أهلا بيكم على قناة English Full مع أحمد الحمائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة أولى ثانوي دفعة 2025، إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض الجزء المتعلق بتمارين السكيلز أو المهارات والاختبار الخاص بالوحدة العشرة كتاب جيم. هنبدأ حل من صفحة 182 الكومبريهنشن باسج أو قطعة الفهم. بيقول لي in the 17th century في القرن ال17 Florentine textile industry يعني صناعة النسيج اللي هي كانت مزدهرة اللي هي فلورنتين. Women were employed primarily in low-paying, low-skill jobs. يعني النساء كان عادة بيتم توظيفها بأجور منخفضة اللي هي low-paying و low-skill jobs، وكمان في الوظائف اللي هي بتتطلب مهارات أقل شوية. To explain this segregation، كلمة segregation دي أو segregation اللي هي معناها الفصل أو التمييز of labor by gender، يعني لشرح هذا الفصل في نوعية العمالة وفقا للجنس. economists اللي هم علماء الاقتصاد have relied on the useful theory، يعني اعتمدوا على النظرية المفيدة للhuman أو of human capital، يعني في استخدام رأس المال البشري. according to this theory، وفقا للنظرية دي investment in human capital، الاستثمار في رأس المال بتاع الإنسان، acquisition of difficult job related skills generally acquisition أو acquisition difficult job، يعني الحصول على الوظائف الصعبة دي اللي هي related skills اللي هي بتتطلب المهارة، يعني generally benefits individuals، عادة بيفيد الأطفال أو بيفيد individuals اللي هم الأفراد. يعني الوظائف اللي هي بتتطلب مهارات عالية دي حصولك على وظيفة هيفيد الفرد by making them eligible to engage، عن طريق إن هو يجعلهم eligible يعني مؤهلين، يعني أو جاهزين إن هم engage إن هم يحصلوا على well paid occupations، يعني مهن برواتب عالية يعني. طيب women's role as child bearers، يعني دور النساء كمجرد إن هم بيحملوا الأطفال. however ومع ذلك results in interruptions أو interruptions in their participation in the job market، ده كان بيؤدي إلى مقاطعة أو بيعوق شوية مشاركتهم في سوق العمل as compared with men، وده مقارنة بالرجال. and thus reduce، وده كان بيقلل فرصهم في إن هم acquire training for highly skilled work. ده بقى اللي بيفسر الجزء اللي فات، إن هم كانوا بيقلل الفرص بتاعتهم في إن هم يحصلوا على تدريب كويس، وبالتالي ما بيبقاش عندهم المهارة. وبالتالي في القطعة الأولى ده اللي فسر لي السيجريجيشن ده ناتج عن إيه؟ إن الفصل في الوظائف، في طبيعة الوظائف اللي بيحصلوا على وظائف برواتب منخفضة وبتطلب مهارات منخفضة وبالتالي رواتب منخفضة، ده قائم على الجنس. فالخبراء فسروها وفقا لنظرية رأس المال، اللي هو أي شخص بيحب يستثمر في رأس ماله فهو هيدي الوظائف الصعبة اللي هي بتتطلب المهارة للأشخاص اللي عندهم مهارة، مش للنساء. والنساء كان دورهم ان هم مجرد ان هم بيشيلوا الاطفال، وبالتالي ده بيقاطع فرصتهم في المشاركه في سوق العمل مقارنه بالرجال، وكمان بيقلل من فرصهم في الحصول على التدريب عشان يبقوا مؤهلين او عندهم مهاره عاليه. ان اديشن بالاضافه لكده الهيومن كابيتال ثيوري، يعني نظريه راس المال دي بتشرح why there was a high concentration of women workers in certain low skill jobs. ده بيشرح لك ليه كانوا النساء في وظائف معينه برواتب منخفضه، زي مثلا weaving اللي هو النسيج but not in others، ولكن ليس في الوظائف الأخرى such as combing and carding، ومش موجودين في وظائف تانية، وظائف مربحة يعني زي مثلا قرنائهم من الرجال يعني. طيب there were however، ومع ذلك كان في خلاف in pay scales، يعني في معدلات الأجور، يعني اللي هي السكيل اللي هو نطاق الأجور that cannot be explained by the human capital theory. بس الفارق الشاسع ده في معدلات الأجور مش هتقدر تشرحه نظرية رأس المال. for example على سبيل المثال الميل construction workers، الرجالة اللي بيشتغلوا في مجال البناء were paid significantly، يعني كانوا بيحصلوا على رواتب أعلى بكتير جدا من النساء. طيب اللي هم في مجال النسيج مثلا the wage
difference between these two low skill occupations. هي يعني يقصد ان مهارات العمل في مجال البناء هو كمان مش طالب مهارة عالية. طب ليه بقى في اختلاف ما بين المهنتين دول مع ان هما الاتنين مش محتاجين مهارة؟ فبيقول لي ان two low skill occupation stems from the segregation. ده اساسا الاصل ده هو الفصل العنصري في العمالة على حسب النوع او على حسب الجنس يعني. because لان a limited number of occupations were open to women. الحقيقة ان عدد الوظائف المتاحة للنساء كان عدد محدود. there was a large supply of workers in their fields. يعني كان في امدادات ضخمة من العمال في الحقول. and this overcrowding والازدحام ده أدى إلى أن النساء عددهم كبير يعني، وبالتالي بيتلقوا low wages، بيتلقوا أجور منخفضة and men receiving higher wages مقارنة بالرجال اللي هم كانوا بيتلقوا أجور عالية. طيب تعالوا نروح للأسئلة الخاصة بالقطعة. بيقول لي the passage talks about، يعني القطعة بتتحدث عن industry in the 17th century. يعني القطعة بتتكلم عن الصناعة المزدهرة في القرن ال17 اللي هي صناعة النسيج، اللي هي الفلوريشنج، بمعنى الصناعة المزدهرة. طيب هنلاقيها في وصف صناعة النسيج اللي هي فلورنتين تكستايل اندستري، اللي هي صناعة النسيج المزدهر. طيب نروح للجملة رقم 2. بيقول لي women's opportunities to acquire training، يعني فرصة النساء في الحصول على التدريب for highly skilled work، للأعمال اللي هي تتطلب مهارة عالية. their role as a child bearers، يبقى ده هي كانت قليلة بسبب دورهم في حمل الأطفال. يبقى reduce because of the role as a child bearers، اللي هي الاختيار B، يعني كانت بتقل بسبب الدور الأساسي بتاعهم إن هم كانوا بيحملوا الأطفال يعني. طيب 3. there was a high concentration of women workers، يعني كان في نسبة عالية من النساء اللي هم مركزين in a certain low skill jobs، في وظائف ذات مهارة منخفضة، زي مثلا صناعة إيه؟ يبقى على طول زي صناعة النسيج اللي هي الويفنج، الاختيار C. طيب 4. the underlined word segregation أو segregation بتشير إلى، قلنا الفصل على حسب الجنس ما بين الرجال والنساء، بتشير إلى men and women. طيب the overcrowding in taffeta weavers، يعني ال overcrowding الازدحام اللي كان في صناعة النسيج resulted in، نتج عنه إيه؟ يبقى على طول low wages، يعني الأجور المنخفضة. طيب نروح للسؤال السادس. بيقول لي men got higher wages، الرجال كانوا بيحصلوا على رواتب أعلى because they could work in the field، لأن هم يقدروا يشتغلوا على أرض الواقع في مجال مثلا الكونستراكشن اللي هو في مجال البناء. طيب السؤال رقم 7 بيقول لي the word occupation، يعني كلمة occupation اللي هي بمعنى مهنة أو وظيفة أو حرفة، يبقى بتشير إلى البروفيشنز كما هي مستخدمة في القطعة، يعني بتشير لحاجة اسمها البروفيشنز اللي هي الحرف. طيب نروح لأسئلة الترجمة. السؤال الأول نبدأ بالترجمة من إنجلش لعربي. بيقول لي سيناء is a dear part، يعني سينا دي جزء عزيز of our country، من بلدنا. it's not a mere desert، يعني أو a mere desert in the north-east of Egypt، يعني هي مش مجرد صحراء في شمال شرق مصر كده وخلاص. it's a symbol of our struggle، ده هي رمز لكفاحنا against enemies، ضد أعدائنا throughout history، عبر التاريخ. على طول لو بصينا على الاختيارات هنلاقي أنسب اختيار يكون سي، إن سيناء جزء غالي من بلدنا، وهي ليست مجرد صحراء في شمال شرق مصر، ولكنها رمز لكفاحنا ضد الأعداء على مر التاريخ. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هنلاقي الخطأ في الاختيار A في شمال غرب مصر، والخطأ في الاختيار B وهي مجرد صحراء، والخطأ في الاختيار D لمقابلات. طيب تعال نروح للجملة الثانية. بيقول لي man is sociable by nature، يعني الإنسان اجتماعي بطبيعته. because of this fact، وبسبب الحقيقة دي people should pay full attention to everything they do، فيجب على الناس إن هما ينتبهوا لكل حاجة هما بيعملوها. as it affects society، لأن أعمالهم دي هتأثر على المجتمع around them، من حولهم، either positively، سواء بقى بشكل إيجابي or negatively، أو بشكل سلبي. بناء عليه يكون أفضل اختيار اللي هو الاختيار A. هنا الإنسان اجتماعي بطبيعته، وبسبب هذه الحقيقة يجب على الأشخاص أن ينتبهوا لكل شيء يفعلونه، لأنه يؤثر على المجتمع من حولهم سواء بشكل إيجابي أو سلبي. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هنلاقي الخطأ في الاختيار B، إن الرجل
المفروض man هنا بمعنى الإنسان بدون أداة نكرة أو أداة تعريف، يبقى بمعنى الإنسان. والخطأ في الاختيار C ليس اجتماعيا، والخطأ في الاختيار D وبالرغم من. طيب تعال نروح للجملة الثالثة. بيقول لي candidates for the jobs، يعني المرشحين للحصول على الوظائف must have knowledge، لازم يكون عندهم المعرفة of at least، على الأقل لغة أجنبية واحدة اللي هي at least one foreign language، and they should also، وكمان يجب عليهم have computer skills، أن يكون لديهم مهارات الحاسب الآلي. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C يجب على المرشحين للوظائف أن يكون لديهم معرفة بلغة أجنبية واحدة على الأقل، وأيضا يجب أن يكون لديهم مهارات الحاسب الآلي. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هنلاقي الخطأ في الاختيار E الحاسب الإلكتروني، والخطأ في الاختيار B بلغتين أجنبيتين، وهنلاقي الخطأ في الاختيار D المرشحون لوظيفة. طيب تعال نشوف الترجمة من عربي الإنجليش. الجملة رقم 4 بيقول لي يجب علينا أن نقلل التلوث البيئي عن طريق زراعة الأشجار وتقليل استخدام الطاقة داخل البيت وخارجه. لو بصينا على الاختيارات هنلاقي أنسب اختيار يكون B we must reduce، يعني لازم نقلل environmental pollution اللي هو التلوث البيئي by planting trees، عن طريق زراعة الأشجار و reducing the use of power، وتقليل استخدام الطاقة inside and outside homes، داخل وخارج المنازل. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار A الاختيار الأول wish to reduce المفروض must reduce، وكمان inside or outside homes المفروض inside and outside. طيب الخطأ في الاختيار C environmental pollution اللي هو تلوث البيئي must reduce المفروض must be reduced، يجب أن يتم تقليله. والخطأ في الاختيار D في by plant المفروض تبقى by planting. طيب تعالى نروح للجملة رقم 5. بيقول لي لكل فرد في المجتمع حلم يتمنى تحقيقه في المستقبل، ويجب عليه العمل بجد لكي يتمكن من تحقيقه. على طول لو بصينا على الاختيارات هتلاقي الاختيار C everyone in society اللي هو كل شخص أو كل فرد في المجتمع has a dream لديه حلم they hope to achieve يتمنى تحقيقه. خلي بالك everyone طالما أنا معرفش نوعه عدت عليه بالضمير they. in the future في المستقبل they should work hard ويجب عليهم إن هم يعملوا بجد to achieve it لكي يتمكن من تحقيقه يعني. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار A work with hardness، والخطأ في الاختيار B اتفقنا إن إحنا everyone ما ينفعش نقول إن هو مذكر أو مؤنث، ما ينفعش نعود عليه بالضمير he. وكمان الخطأ في الاختيار D في كلمة community. طيب الجملة رقم 6 بيقول لي أعلنت وسائل الإعلام أنه ستكون هناك محادثات بين طرفي الحرب في الأسبوع القادم برعاية الأمم المتحدة. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C the media اللي هي وسائل الإعلام أعلنت إن there would be talks هيكون في محادثات between the two warring parties ما بين الدولتين اللي بيحاربوا بعض يعني أو طرفي الحرب the following week في الأسبوع القادم under the auspices of the United Nations برعاية الأمم المتحدة. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار A announced في الماضي مع will be، ونفس الكلام الخطأ في الاختيار B announced في الماضي مع have been، والخطأ في الاختيار D برضو announced مع أو. نروح بعد كده لصفحة 185 الجزء المتعلق بالأزهر، حوار ما بين assistant وسامح، بائع في محل وسامح. فالassistant بيقول how can I help you، فسامح بيقول له I have a problem with this TV، يعني عندي مشكلة في التلفزيون ده. فالبياع طبعا okay what's wrong with it، ايه اللي في التلفزيون يعني؟ فقال له the screen is broken، يعني الشاشة مكسورة. فالبياع بيقول له did you open the box before you leave، وانت فتحت الصندوق قبل ما تمشي؟ قال له no I didn't open the box until I had reached home، ما فتحتش الصندوق إلا لما وصلت البيت أو الكرتونة يعني. فسؤال من الأسيستنت سامح قال له لا شكرا أنا عايز فلوسي، يبقى أكيد الأسيستنت كان بيقول له would you like to replace it، تحب أبدله لك؟ فقال له لا أنا عايز فلوسي. فالبياع هيقول له okay here you are، يعني اتفضل الفلوس بتاعتك. طيب نروح بعد كده للنوفل أو القصة. الجملة الأولى بيقول لي there was a terrible crash، يعني كان في حادث صدام فظيع جدا but we all were happy to find all people، ولكن كلنا كنا سعداء لما لقينا كل الناس alive، يعني على قيد الحياة. السؤال الثاني بيقول لي they say that you cannot park your car here، عايز أقول القوانين أو القواعد بتقول ممنوع ركن العربية هنا، يبقى the rules اللي هي الاختيار الأول. طيب الأسئلة المقالية how did Jim describe his approach، إزاي جيم بيوصف مشهد اقترابه من الفورت من الحصن بحيث إن هو avoid يتجنب being seen as a pirate، يتجنب رؤيته من قبل القراصنة يعني، أو يتجنب إن حد يشوفه ويحسبه إن هو قرصان يعني.
يبقى بنقول إن جيم went more slowly near the fort، يعني كان بادئ بيقترب بحرص أو ببطء كبير جدا من الحصن عشان ما حدش يظن إن هو أحد القراصنة. طيب السؤال الرابع بيقول لي how did جيم أو how did سيلفر، إزاي سيلفر وصف جيم لما دافع عنه from the other pirates قدام القراصنة الآخرين، أو حماه يعني من القراصنة الآخرين. he described Jim، هو وصف جيم as the cleverest boy he had ever seen، بأنه أذكى ولد هو عرفه على الإطلاق. طيب نروح للترجمة. بيقول لي parents should care for their children، يعني يجب على الآباء أن يعتنوا بأبنائهم and guide them to continue، ويرشدوهم to continue عشان يستمروا the journey of life safely، يستمروا في رحلة الحياة بأمان. طيب سؤال الترجمة من عربي لإنجلش بيقول لي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. يبقى Allah loves that whoever does something أو something they should perfect it. طيب نروح بعد كده صفحة 186 الاختبار الخاص بالوحدة العشر. طيب نبدأ على طول بالجمل اللي هي اختيارين من بين 5 اختيارات. بيقول لي teachers should have compassion، يعني المدرسين لازم يكون عندهم رحمة أو شفقة أو عطف يعني على الطلبة. عايز المرادف بتاع كلمة compassion. احنا قلنا compassion ممكن تساوي mercy بمعنى رحمة أو عطف، وممكن تساوي sympathy الاختيار دي بمعنى التعاطف. طيب 2 the great writer met his end، عايز أقول في سن 69 سنة، يبقى ممكن أقول aged اللي هي الاختيار C، وممكن أقول at the age of اللي هي الاختيار الأول. لكن in the age of متفقين إن هي معناها في عصر كذا. طيب 4 أو الجملة رقم 3 بيقول لي if you are looking for a job، يعني لو أنت بتدور على وظيفة you need to be أنت محتاج تكون إيه عشان تلاقي وظيفة بسرعة؟ يبقى محتاج تكون مرن شوية، يبقى flexible اللي هي الاختيار الأول. طيب 4 a lot of patience، يعني الكثير من الصبر as to look after a child، عايز أقول مطلوب يعني، يبقى is required يتطلب، هتحطها هنا في صيغة المبني للمجهول، يبقى صبر مطلوب. طيب 5 air someone، يعني الشخص اللي هو وظيفته ان هو يصلح الواتر بايبس، يعني مواسير المياه والحمامات والتايلتس الى اخره، يبقى احنا كده بنتكلم عن البلامر اللي هو سباك الاختيار دي. طيب نروح للجملة رقم 6 my son failed the exam twice، يعني ابني فشل في الامتحان مرتين. he can't be، يبقى اكيد هو شخص مستحيل يكون مجتهد، يبقى he can't be hard working الاختيار C. طيب 7 candidates should have training، يعني المرشحين لازم يحصلوا على تدريب and experience in basic electronics، ولازم يكون عندهم خبرة عملية في البيسك electronics، في أساسيات الإلكترونيات يعني، أو في الإلكترونيات الأمور الأساسية المتعلقة بالإلكترونيات، يبقى بنتكلم عن practical experience اللي هي الخبرة العملية. 8 we can cooperate with each other، يعني إحنا ممكن نتعاون مع بعضنا البعض to help poor people، عشان نساعد الناس الفقراء in local communities، في المجتمعات المحلية. طيب 9 أحمد asked me where the day before، يبقى على طول بما إن في the day before يبقى where I had gone. طيب نروح للجملة رقم 10 all doctors there is nothing wrong with my stomach، عندي جملة خبرية ومفيش مفعول، يبقى all doctors say. طيب نروح للجملة رقم 11 بيقول لي خديجة said that China a densely populated country، يعني خديجة بتقول إن الصين دولة مكتظة أو مزدحمة بالسكان، ودي حقيقة ولسه موجودة في الوقت الحالي، يبقى الاختيار D is. طيب ليلى said she her clothes every day، عايز أقول إن ليلى قالت إن هي كانت بتنظف ملابسها كل يوم، يبقى على طول said في الماضي، يبقى نروح للماضي اللي هو cleaned الاختيار الأول. طيب عندي every day كانت بتدل على المضارع البسيط، فلما نيجي ننقله هيبقى ماضي بسيط مش ماضي مستمر ولا would والمصدر، يبقى cleaned. طيب 13 they going to the library and I thought it was a good idea، عايز اقول هم اقترحوا وبيجي وراها فعل مضاف له ing، يبقى suggested، وانا شفت ان هي فكره كويسه، يبقى ده كان اقتراح، يبقى suggested اللي هي الاختيار الاول. طيب نروح للجمله رقم 14 بيقول لي نادين said she hadn't visited، ادي said ماضي و hadn't visited يعني الزمن متاخر لماضي تام، يبقى انت هتعتبر ان ده ماضي بسيط وتاخر لماضي تام، يبقى the previous day اللي هي تاخير كلمه yesterday. طيب تعالوا نروح لصفحه 187 ال comprehension passage. يقول لي at least على الاقل او اسف nowadays في عصرنا الحالي more and more businesses are allowing employees to work at least part of the week from home، يعني بقى في عدد كبير من المشاريع التجاريه بتسمح للموظفين ان هم يشتغلوا على الاقل لجزء من الاسبوع from home، يعني العمل من المنزل يعني. طيب the idea
of telecommuting يعني الفكرة اللي هي telecommuting isn't that new يعني هي مش جديدة and for many it has been technically possible يعني للكثيرين هي بشكل تقني هي متاحة منذ اختراع الإنترنت وبقى سهل الوصول إليه على نطاق واسع جدا اللي هو widely accessible. طيب some employers بعض أصحاب العمل however have been less willing يعني كانوا أقل استعدادا إن هم يسمحوا للموظفين allow the practice يعني يسمحوا للممارسة دي اللي هي الشغل من البيت يعني for fear مخافة إن الموظفين who weren't being watched اللي هم مش بيتم مراقبتهم هيصبحوا كسالى and undisciplined وكمان غير منضبطين. Actually في الواقع recent evidence has shown في الواقع ففي أدلة معاصرة أظهرت إن these fears إن المخاوف دي غير مبررة and that well businesses can actually وكمان أصحاب الشغل ممكن يوفروا فلوس كتير on rent على الإيجار by covering more of their staff over to telecommuters عن طريق إن هم يحولوا الموظفين بتوعهم إلى حاجة اسمها telecommuters اللي هي بيشتغلوا من المنزل يعني. طيب هي كمبيوتر عموما بمعنى شخص بيسافر إلى شغله فهو يعتبر بيسافر إلى شغله عبر الإنترنت يعني. الميجر difference is that most communication is done using the telephone. الاختلاف الأساسي أو الرئيسي إن معظم الاتصالات بتتم باستخدام التليفون أو الإيميل instant messaging أو حتى الرسائل الفورية. Some employers بعض الموظفين بيسمحوا للworkers إن هم يختاروا which hours they will work يختاروا ساعات العمل اللي هم يشتغلوه يبقى they دي اللي هم الموظفين. Others في حين البعض الآخر require them to be online بيطلبوا منهم إن هم يكونوا online خلال ساعات العمل المتعارف عليه. Either way سواء بقى أي طريقة most telecommunicators have the freedom to work from home. فمعظم التليكوميونيكيتورز أو التليكوميوترز آسف عندهم الفريدم في إن هم يشتغلوا من البيت أو في أي مكان تاني هم حابين يشتغلوا منه. Yet ولكن telecommuters often find that their freedom comes with a cost. في الغالب بتكون حرياتهم دي بتأتي عليهم بتكلفة. Those who work outside the office الناس اللي بتشتغل من خارج المكتب may discover that their employer are more willing to ask them to work long hours. هيطلبوا منهم إن هم يشتغلوا عدد ساعات أطول وفي أوقات عمل غريبة. In situations في مواقف where there are other family members at home بيكون فيها أفراد الأسرة وفي أوقات هيكون فيها أفراد الأسرة الآخرين موجودين في المنزل. It can be difficult to keep work life and home life. فصعب إنك تخلي الشغل والحياة كله في البيت وصعب إنك تفصل ما بينهم. They don't spend وبالتالي مش هيقضوا quality time اللي هو الوقت اللي بيقضوه مع الأسرة يعني with those whom they look after مع الأشخاص اللي هم بيعتنوا بيهم. طيب سؤال رقم 15 what does تفتكر بقى كلمة telecommuting معناها إيه؟ يبقى على طول قلنا القيام بالعمل بتاعك عبر الإنترنت اللي هو doing business online يعني القيام بالبزنس بتاعك أونلاين. طيب what do the underlined word quality time يبقى قلنا الوقت اللي بنقضيه مع الأسرة اللي هو time spent with the children اللي هو الاختيار الأول time with the spent أو time spent with the children at home. طيب السؤال 17 بيقول لي الضمير دي قلنا كان بيشير للموظفين اللي هم employees الاختيار C. طيب تعال نروح للسؤال رقم 18 بيقول لي employees may not work well يعني الموظفين ممكن ما يشتغلوش بشكل جيد في المنزل because they عايز أقول لأن هم مش مراقبين يبقى they aren't watched الاختيار B. طيب 19 which one of the following is the passage mainly about إيه الفكرة الرئيسية اللي القطعة تناولتها اللي هي ال idea of working from home for employees يعني فكرة العمل من المنزل سواء لصاحب العمل أو للموظف نفسه. طيب 20 some employers بعض أصحاب العمل بيخافوا إن telecommuting may make some employees هيخلي بعض الموظفين يبقى على طول كسالى اللي هي lazy أو inactive. طيب 21 how can telecommuters communicate with their employers إزاي telecommuters هيتواصلوا مع أصحاب العمل يبقى على طول ممكن الاختيار الأول اللي هو by sending emails وممكن باستخدام الفون يبقى both A and B. طيب نروح للترجمة. السؤال رقم 22 بيقول لي إن استصلاح المزيد من الصحراء وتطوير طرق الزراعة لإنتاج المزيد من المحاصيل هما الحلين الإيجابيين لمشكلة نقص الطعام. على طول لو بصينا على الاختيارات هنلاقي أنسب اختيار يكون B reclaiming more deserts and developing farmland أو farming methods استصلاح الصحراء المزيد من الصحراء و developing farming methods تطوير طرق الزراعة produce more crops بينتج المزيد من المحاصيل
وإنتاج المزيد تحسين طرق الزراعة لإنتاج المزيد من المحاصيل، دول هما الحلين الإيجابيين to the problem of food shortage، لمشكلة نقص الطعام. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هنلاقي الخطأ في الاختيار A، المفروض the two positive، كلمة two مش موجودة اللي هما الحلين. والخطأ في الاختيار C ودي reforming بتستخدم مع إصلاح الأشياء المعنوية، زي ما أجي مثلا أتكلم عن إصلاح التعليم مثلا. طيب نروح للجملة رقم 23 اللي هي جملة الترجمة من English لعربي. يقول لي it's the responsibility of parents، يعني مسؤولية الآباء وكمان السكول واليونيفرسيتيز والمدارس والجامعات to enlighten young people، إن هم ينوروا الشباب أو يزودوا الوعي عندهم يعني on the destructive effects، للتأثيرات المدمرة بالدراج تيكينج، بتعاطي المخدرات والباد كامباني والصحبة السيئة. بناء عليها تلاقي أنسب اختيار سي، إن تنوير الشباب بالآثار المدمرة لتعاطي المخدرات والصحبة السيئة هو مسؤولية الآباء والمدرسة والجامعات. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. طول هتلاقي الخطأ في الاختيار A العقاقير الطبية، والخطأ في الاختيار B والشركة السيئة بدل الصحبة السيئة، والخطأ في الاختيار D إن تعليم الشباب المفروض إن تنوير الشباب. طيب تعال نشوف الأسئلة الخاصة بالقصة. السؤال الأول بيقول لي جيم returned to the fort and entered without being seen، يعني جيم عاد إلى الحصن ودخل بدون رؤيته. What does this show you about the guards in the fort؟ ده بيوريك إيه بخصوص الحراس اللي هم عينهم كابتن سموليت على الحصن. السؤال التاني بيقول لي do you think that Silver likes Jim or not؟ هل تعتقد إن سيلفر كان بيحب جيم ولا لأ؟ ودي سبب على إجابتك دي. السؤال التالت بيقول لي do you like Jim character؟ هل عجبتك شخصية جيم أو هل أنت بتحب شخصية جيم ولا لأ؟ يبقى على طول كإجابة على السؤال الأول اللي هو لما رجع جيم للحصن دخل بدون ما يتم رؤيته، ده بيظهر إن the guards weren't good، إن الحراس لم يكونوا جيدين. أما بالنسبة للسؤال التاني هل تعتقد إن سيلفر كان بيحب جيم ولا لأ؟ فسيلفر like جيم very much، مش بس كان بيحبه، ده هو حبه جدا. He said he was very clever، قال إن جيم ذكي جدا. and that he was like Jim as a boy، وإن هو لما كان ولد صغير كان زي جيم كده. also he wanted Jim to be a pirate and join them، وكمان كان عايز جيم يبقى قرصان وينضم إلى المجموعة بتاعته، مجموعة القراصنة. طيب بالنسبة للسؤال الثالث هل تعتقد أو هل تحب شخصية جيم؟ sure I like Jim because he was very kind and clever، بالتأكيد لأنه كان شخص ودود جدا وذكي جدا. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ادعمنا بلايك وشير للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك إشعاراتنا. سلام.